تحية طيبة وطابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأوفياء على قناتكم طارق فرانس في هذا البث المباشر الجديد، وحلقة جديدة بعنوان عابت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بفضيحة جديدة. أولا، إسقاط سفيان الرحيمي من لائحة أفضل لاعب على المستوى الإفريقي، وهو الذي برز كأحسن لاعب في الدوري آسيا وهداف الدوري الآسيوي بامتياز. أيضا سفيان الرحيمي يحصل على الميدالية البرونزية مع المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد باريس. أما ثانيا، فضيحة كروية كانت هي إسقاط المنتخب المغربي الأولمبي مجاوز الكاف، وهو الذي حصل على ثالث العالم في الأولمبياد الباريسية وحصل على ميدالية برونزية. بداية نصلي ونسلم على خير المرسلين محمد رسول الله، فضلا وليس أمرا، بغيتكم تدعموا هذه القناة الاشتراك، تفعلوا إعجاب، ويلا على بركة الله. إذن فضيحة جديدة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بإقصاء المغرب من عدة جوائز وإسقاط 3 عناصر مهمة من أحسن اللاعبين في إفريقيا بل بالعالم، لكم إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، وسفيان الرحيمي. هاد اللاعبين ظلموا ظلم كبير، بالاخص سفيان الرحيمي اللي خدا احسن لاعب في الدوري الاسيوي وهداف البطوله بامتياز، واصبح الهداف التاريخي للكره العربيه والساعد الاسيوي. اذا هي مؤامره مكرره ومبرمجه وموجهه لتكرار قصه اوسيميان السنه الفائته. هنسحبوا من برونو وخلاو حكيمي باش يعطيوه الكره الذهبيه بسنه 2023 2024. هذا السنه نفس الشيء على ما اظن، بطوله بيعطيوها للقمان، وهو هما اللي غيبقاو في اللائحه النهائيه، كل من حكيمي لقمان وسيرجي. امور مكشوفه وتدعي للحيره. لا اعلم باي معيار كتختاروا البالون دور لكاس افريقيا واحسن لاعب في افريقيا. امور غامضه وكتطرح مجموعه من التساؤلات، بحيث كل معايير الكره الذهبيه كتنطبق على المنتخب المغربي اللي كتصدروا العناصر ديالو افريقيا بالطول والعرض. اذا اختلالات كثيره في مكتب الكاف من السنه الماضيه، بحيث كان السنه الماضيه ظلم كبير للحارس الاسطوري ياسين بونو اللي كيستحق الكره الذهبيه وافضل لاعب في افريقيا. واظن ان هذه الاختيارات خاصها تكون من طرف مدربين المنتخبات الوطنيه لا الصحفيين، وهذه من ابرز الاسباب ظلم وحلم وضياع الكره الذهبيه على المستوى الوطني. وهو اللي كيعيش، والمنتخب الوطني اللي كيعيش ازهى فترات من عناصر عالميه وتوهج مطلق مع المنتخب الوطني. اذا تابعتوا معنا هذا المقطع للنهايه فمشكورين، وتكون تدعموا قناتي فضلا وليس امرا بالاشتراك وتفعلوا اعجاب. والى اللقاء الى الملتقى باذن الرحمن.